السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكون معنا في حلقة جديدة. غادي اليوم غادي نتكلموا على القرعة العشوائية لأمريكا. فترة التسجيل في القرعة الهجرة العشوائية العام 2026 مفتوحة الآن. يمكن لكم الإرسال ديال المشاركة ديالكم حتى ل 5 نوفمبر. تعرفوا على كيفية التقديم والخطوات اللي خصكم تقوموا بها في حالة الفوز. في الحالة في هذه الآونة هذه تغيرت السياسات والمزايا ديال الهجرة للولايات المتحدة تحت الإدارة ديال ترامب اعتبارا من 20 يناير 2025. يلا باش نتعرفوا على التغييرات اللي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التقديم ديال طلب الهجرة العشوائية لأمريكا 2025. أخي أو أختي، الطالب أو الطالبة اللي باغيين يتقدموا للطلب ديال القرعة العشوائية الأمريكية، يمكن لك الآن تقدم بنموذج ديال إدخال التأشيرة التنوع دي اس سي 5501 عبر الإنترنت دي في بروغرام بوان ستيت جوف. من المهم أن تقدم الطلب مرة واحدة فقط. الفرصة ديالك في النظر إلى عاودتي كتقدم وكتكرر من الطلبات كتقدر تفقد يعني الفرصة ديالك في القبول. باش تقدم بالطلب ديال نموذج ادخال التأشيرة ديال التنوع دي اس سي 5501 عبر الانترنت. الموقع هو دي في بروغرام ستيت بوان جوف. من المهم باش تقدم الطلب مرة واحدة فقط. الا بقيتي كترسل في الطلبات يعني مره جوج ثلاثه غتفقد الحظ ديالك في الفوز بالقرعه العشوائيه، وغدا يأثر على التقديم ديال الطلب ديالك. نصائح للتقديم: استخدام الموقع الرسمي بالطريقه الوحيده للتقديم وهي دي في من خلال الموقع الرسمي لوزاره الخارجيه. تبع التعليمات خطوة بخطوة. يمكن لك العثور على التعليمات في الدي في 2026 تفصيلية بجميع اللغات. املأ النموذج بنفسك. تجنب استخدام مستشار تأشيرة أو وكيل تأشيرة. إذا كان شي شخص غادي يساعدك فتأكد من الوجود ديالك معاه باش تأكد من الإدخال ديال المعلومات يعني صحيحة وكذا. يعني تستخدم البريد الإلكتروني باش تلقى التذكيرات والإشعارات وجميع يعني الأسئلة بدقة. وهذا الشيء قد يؤدي يعني إرسال يعني ترسل معلومات يعني غلطة أو مزيفة باش أنهم يقصيوك ويستبدوك ويبعدوك يعني من القرى. نتائج القرعة الهجرة العشوائية. كتم النشر ديال القرعة الهجرة العشوائية لعام 2026 في 3 ماي 2025. خاصك تستخدم الصفحة ديال التحقق من الحالة ديال المشاركة مباشرة في الموقع ديال الوزارة الخارجية الأمريكية. للتحقق ما إذا كنتي فزتي غادي يكون عليك إدخال الرقم التأكيد الخاص بك. وما في هذه الحالة هذه ما غاديش تلقى خطاب أو بريد إلكتروني كيخبرك إلى فزتي. وكذلك يعني تحذير حول العمليات ديال الاحتيال المتعلقة بالقرعة ديال الهجرة العشوائية. خصك تحتاط منه وتاخذ الحيطه والحذر من الرسائل البريد الالكترونيه والرسائل الاحتياليه من المحتالين. القرعه ديال الهجره العشوائيه مجانيه، ما فيها حتى شي طريقه، يعني لا توجد طريقه للزياره ديال يعني شي واحد يوهمك يقول لك كذا يعني باش انه يعني ينصب عليك ولا شي حاجه. يعني الطريقه ديال الفرص ديالك في الفوز يعني في المكان الوحيد اللي يمكن لك الدخول ليه هو الموقع الوزاره الخارجيه الامريكيه. يعني يتجنبوا يعني النصب والاحتيال. ولا طلب شي شخص المال او عرض عليك طريقه لتحسين الفرص ديالك في هذه العمليه باش انك تقدر تربح ولا كذا، يعني هذا غير احتيال وما تدفعش ليه المال مقابل الدخول والتحقق من الحاله ديال الدخول ديالك. يعني داك الشيء يبقى بينك وبينهم يعني سري حتى يعني الا كتب لك الله تعالى عز وجل انك تطلع لهذيك الديار غادي تطلع. المعلومات ديال الفائزين، يعني الا ربحتي التاشيره ديال الهجره العشوائيه كيتعين عليك انك تنفذ بعض الاجراءات للتقديم ديال الطلب ديال الحصول ديال التاشيره. في الاختيار ضمن الفائزين من برنامج تاشيره التنوع اللي كيضمن الحصول ديالك على التاشيره او البطاقه الخضراء الجرين كارد. من المهم التقديم في اقرب وقت ممكن. كيتطلب عليك يعني التقدم بطلب للحصول على التاشيره والحصول عليها بحلول 30 ديسمبر.
ويعني وكتصدر الحكومه ديال الولايات المتحده والولايات المتحده الامريكيه ما كتصدر حتى شي تاشيره بعد هذا التاريخ هذا يعني. اما باش تاكد الاهليه ديالك يعني كيوجب عليك انك تحضر شهاده ديال الدراسه الثانويه، يعني شهاده البكالوريا وشهاده خبره لمده عامين في مجال من تكوينات او عمل من الاعمال اللي كتزاولها. وكذلك يكون عندك جواز سفر ساري المفعول. كتقدم الاستماره ديال سي 260، هذه الاستماره ديال التقديم على التاشيره ديال الهجره الخاصه بك، وبعد الارسال نموذج عبر الانترنت كتطبع صفحه التاكيد اللي غادي تحتاجها للمقابله ديالك. في حاله ارسال المستندات الداعمه، هنايا في ارسال المستندات الداعمه راه ما غاديش تقبل الجدوله ديال المقابله ديالك حتى تقدم النسخ مسموحه بها ضوئيا من جميع المستندات المطلوبه، وغتحتاج باش انك يعني تجيب نسخ اصليه من المستندات خلال المقابله ديالك، يعني نسخ اصليه. وكذلك يعني اكمال الفحص الطبي، كيلزم عليك انك تحدد موعد مع الطبيب المعتمد في البلاد اللي كتجري فيها المقابله. وكتستعد للمقابله الخاصه بك يعني من خلال العثور على التاريخ والوقت والمكان ديال المقابله على الموقع اي دي في. اذا عندك يعني زوجه، او يعني زوجه عندها زوج وعندهم اطفال وبغاو يتقدموا ايضا بطلب للحصول على التاشيره، على التاشيره يعني ديال التنوع، خصهم يعني التوم يكونوا حاضرين معك في المقابله. وغتحتاج ايضا احضار هذه المستندات الى المقابله ديالك. خطاب موعد الخاص بك، صفحه تاكيد نموذج ديال سي 260، نسخ اصليه من المستند الداعمه، نتائج الفحص الطبي، جواز سفر ساري المفعول، جوج صور حديثه. وكذلك دفع الرسوم الخاصة بك، يعني كيوجب عليك انك تدفع رسوم التأشيرة ديال الهجرة العشوائية. هذا الرسوم هي 330 دولار، وهي غير قابلة للاستيراد بتاتا حتى الا ما حصلتيش على التأشيرة. غادي يكون عليك يعني دفع هذا المبلغ هذا وما غاديش يرجع عليك. خصك يعني تجري المقابلة يعني، وغادي يعني يسألك الموظف ديال السفارة ديال الولايات المتحدة والقنصلية المحلية، غيسولك يعني أسئلة حول الطلب والمستندات في النهاية ديال المقابلة، وغادي يخبرك الضابط واش تمت الموافقة على التقديم او تم الرفض. و يعني والحصول على التأشيرة يمكن لك يعني القدوم، ملي تحصل على التأشيرة ديالك يعني يمكن لك القدوم للولايات المتحدة الأمريكية بمجرد اجتياز هذه الخطوات. بالإضافة غيتم وضع التأشيرة التنوع الخاصة بك في جواز السفر، ويعني وغتلقى يعني حزمة هجرة مختومة. وفي هذه الحاله هذه يعني ملي كتحصل يعني على التاشيره، يمكن لك يعني القدوم للولايات المتحده الامريكيه بمجرد الاجتياز ديال هذه الخطوات والنجاح يعني في الاختبار يعني، ووضع التاشيره ديال التنوع الخاصه بك في جواز السفر ديالك، وغتلقى يعني حزمه ديال الهجره مختومه في الجواز ديالك للدخول للولايات المتحده. الدخول للولايات المتحده خصك غتحتاج الى صلاحيه ديال التاشيره، اختار الحزمه المختومه والتاكد من عدم فتحها، احضر السجلات الطبيه المطلوبه. هذه يعني متطلبات يعني كيطلبوها اللي خصك يعني دير بحسابها حتى هي. وواحد الحاجه اخرى حتى هي باش ما نساوهاش، يعني تيخصك يعني دليل على انه يمكن لك الدعم النفسي ديالك، وما كتحتاج الى تقديم شهاده دعم للدخول للولايات المتحده الامريكيه. ومع ذلك يجب عليك اثبات انك ما غاديش تحتاج يعني الى فوائد حكوميه للحصول على الدعم المالي. يعني يمكن لك القيام بهذا الشيء كامل من خلال اظهار يعني الدخل ديالك يعني، وشحال كتملك يعني من الاستثمارات والمدخرات العقاريه، والى كشف حساب بنكي والى اخره يعني تبين لهم بانك قادر تهز راسك براسك يعني، وما غاديش تكون عالة على امريكا. الى ما تمكنتيش من تقديم هذا الدليل بنفسك، فيمكن لصديق او فرد من الافراد العائله يعني في شي واحد داخل الولايات المتحده ولا خارج الولايات المتحده انه يعني يتمتع بوضع قانوني يعني يملأ لك النموذج ديال اي 134 للموافقه على 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 الموافقه على الدعم ديالك ماليا. يمكن ليه التقديم يعني هاد الكوتي يعني كونت بونك عند الخوادريه، عند الاخت، عند الام، يعني هادو كافيين انهم باش يضمنوك. الى هنا خوتي العزاز كيكونوا يعني سلاو المعلومات ديالنا حول يعني الهجره العشوائيه لامريكا. كنتمنوا للجميع التوفيق، كنتمنى انكم تدعمونا يعني في القناه باشتراك ولايك، ما تبخلوش علينا. تحياتي والله يسهل الجميع.